قبل ما تختار مورد افهم شركتك الاول. خليني اسالك سؤال، لو شركه زي فراري او رولز رويس او شركه زي هيونداي او كيا قرروا يشتروا نفس نوع المسامير، هل تتوقع هيختاروا نفس المورد؟ الاجابه غالبا لا، مع ان المنتج واحد لكن استراتيجيه الشركتين مختلفه تماما. ودي من اكتر الحاجات اللي الناس كتير ما بتتكلمش عنها في البروكيورمنت. ناس كتير فاكره ان احنا بنختار المورد على اساس السعر، لكن الحقيقه استراتيجيه الشركه هي اللي بتحدد طريقه اختيار البروكيورمنت للمورد، وده موضوع حلقه النهارده. في كل شركه ناجحه في سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي في بروكيورمنت بيبني النجاح من البدايه. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. بعد ما جمعنا قائمه الموردين بتاعتنا ما ينفعش ابدا ابعت RFQ على طول. يعني ايه RFQ يعني ريكويست فور كوتيشن او طلب عرض سعر. لازم الاول اسال نفسي سؤال، شركتي رايحه فين؟ وده سؤال مهم جدا، لان المورد المناسب النهارده ممكن ما يبقاش مناسب بعد سنه. وهي دي النظره الاستباقيه اللي البروكيورمنت بيشوفها وبناء عليها بيبني قرار. خليني اوضح لك بمثال. تخيل ان شركتك لسه فاتحه مصنع جديد وهدفها ان هي تضاعف الانتاج خلال السنتين الجايين. هل هتختار سبلاير صغير؟ هل هتختار سبلاير الكباستي بتاعته بس تقدر تغطيك دلوقتي؟ ولا هتختار سبلاير عنده الكابابيلتي او عنده القدره ان هو يكبر معاك؟ اكيد هتختار المورد اللي هيقدر يكبر معاك، حتى لو كان سعره اعلى شويه، حتى لو استخدمته في الاول كالترناتيف، او حتى لو استخدمته في الاول كدول سورسنج. لكن لو الشركه في مرحله مختلفه، مرحله الاستقرار او الاستابيليتي، فالموضوع هيختلف. طيب خلينا نتكلم عن الاستراتيجيات اللي الشركات بتمشي عليها او بتستخدمها. اول استراتيجيه معانا هي الجروث استراتيجي. لو الشركه في مرحله الجروث يبقى البروكيورمنت لازم يدور على مورد يقدر يكبر مع الشركه، يعني كباستي كبيره، استثمارات، بيفتح مصانع اضافيه، عنده فكر للبيزنس كونتينيوتي. وهنا مش هيبقى السعر هو اهم حاجه، الاهم ان المورد يقدر يورد. تعالوا نشوف مع بعض مثال. تخيل شركه فتحت مصنع جديد والمبيعات كل شهر بتزيد، والمورد بيقول لك انا اقدر اوفر لك 1000 قطعه، وانت بعد 6 شهور على البيزنس بلان المحطوطه او على الفوركاست اللي موجوده هتحتاج 10000 قطعه. يبقى هنا المورد ده مش مناسب ليك حتى لو هو ارخص مورد في السوق. مش بنقول ان احنا ما نشتغلش معاه، ممكن نشتغل معاه وناخد منه 1000 قطعه، بس نبقى حاطين في حساباتنا ان احنا هندخل مورد تاني كدول سورسنج وهو اللي هيغطي احتياجاتنا بعد كده. ولما نيجي نوصل 10000 قطعه بعد 6 شهور مع المورد الجديد، احنا ممكن ناخد منه ريبيت او ممكن ناخد منه خصم على الكميه، وساعتها سعره ممكن يبقى اقل من سعر المورد الاولاني اللي هو كان احسن سعر في السوق. طيب تاني استراتيجيه معانا هي الاستابيليتي استراتيجي، او ان الشركه وصلت لمرحله الاستقرار. هنا الاولويات بتتغير. دلوقتي احنا في مرحله مش عايزين فيها مغامرات، مش عايزين كل سنه نغير مورد. الشركه دلوقتي عايزه جوده ثابته، تسليم ثابت، مشاكل اقل. عشان كده هتلاقي البروكيورمنت في المرحله دي بيركز قوي على السبلاير ريليشن شيب مانجمنت او طريقه اداره العلاقه مع الموردين اكتر من تركيزه على فرق سعر بسيط. ثالث واخر استراتيجيه معانا هي الكوست ريدكشن، ودي اكتر استراتيجيه الناس بتربطها بالبروكيورمنت. لكن في فرق كبير بين الكوست ريدكشن وبين التشيبست سبلاير او ارخص سبلاير موجود في السوق. انا ممكن اشتري من مورد اغلى لكن في النهايه تكلفته الاجماليه اقل. ازاي؟ هتعرف دي ان شاء الله لما نتكلم عن التوتال كوست اوف اونرشيب، بس دي هتحتاج حلقه لوحدها. طيب دلوقتي احنا فهمنا استراتيجيه الشركه، لكن لسه في سؤال، الشركه بتنافس في السوق ازاي؟ ودي حاجه مختلفه تماما عن الكومباني استراتيجي او استراتيجيه الشركه، وده اللي هنبدا بيه الحلقه اللي جايه.